السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. وده الفيديو التاني لشرح التزهير المختلط اللي طالع بقى فيه شماريخ فيه أكتاف زهرية ومع الورق. وده على الأصناف المحلي. احنا واقفين على عود عويس اهوت. دي مزرعة كلها أصناف محلي. انتوا عارفين الأصناف المحلي كلها بتزرع مختلطة ببعضها، عويس مع فجر مع صديقة مع مع فونسا مع هندي، كل الاصناف دي كلها. ده برضه صديقة اهوت. فطبعا احنا هنتكلم دلوقتي على ظاهرة الشمراخ اللي طالع فيه ورق. طبيعة البرعم يا جماعة بتاع شجرة المانجا يا اما يفتح زهري، يا اما يفتح خضري، يا اما يفتح تزهير اسمه تزهير مختلط، يعني يدي برعم زهري يا برعم خضري يا برعم مختلط. تمام كده؟ طيب، البرعم المختلط وليه اسبابه، البرعم الزهري ليه اسبابه، والبرعم الخضري ليه اسبابه. البرعم الخضري وده معروف ليه دورتين نمو بيبقوا موجودين، سواء في شهر 6 في شهر اواخر 8 كده بالنسبة للمحلي. لكن دورة التزهير المعروفة في المانجا دايما بتبقى في شهر فبراير، بداية فبراير كده معانا لحد اواخر مارس. طيب، الدورة دي البرعم ده بيتكشف قبل تخريجه بحوالي 3 أسابيع عشان نعرف إذا كان هيطلع زهري ولا هيطلع خضري، ولكن ده كله قبل ما بيقطع. فعملية التحول بتاعه بقى بتتم إمتى؟ بتتم ساعة خروجه. هو اتكشف خلاص، ولكن وقت ما بيلاقي الظروف المناخية المناسبة أو المثلى اللي هي تخرجه بيطلع. لو هو لقى الظرف المناخي السليم ظهر فبيطلع. طب ايه هو الظرف المناخي السليم؟ البرعم ده بشكل طبيعي عشان يخرج لبرعم زهري وقت التزهير لازم بيمر بعدد ساعات برودة ليلية، ودي عادي معروفة في المانجا. لازم بياخد فترة برد يليها فترة ارتفاع في درجات الحرارة، تكون ارتفاع دافي وليس ارتفاع شديد زي ما بيحصل. ونلاقي درجة الحرارة فجأة كده وصلت 32 و30 وعدت الكلام ده. طيب، النهاردة احنا قلنا ان العامل المحدد بالنسبة لخروج البرعم الزهري الفترة الضوئية بجانب درجة الحرارة المثلى اللي احنا اتكلمنا فيها. درجة الحرارة المثلى بتاعت البرعم ان هي درجة الحرارة في اثناء النهار ما تزيدش عن يعني 16 18 درجة. طول ما درجة الحرارة تحت ال 18 ففي الحالة دي البرعم اللي هيطلع زهري. طيب، اللي انا عايز اوضحه ايه دلوقتي؟ اللي انا عايز اوضحه ان الاصناف اللي حصل فيها الظاهرة دي بالنسبه بقى للاصناف المحلي، احنا اتكلمنا في الفيديو الاول عن الاصناف الاجنبي وقلنا ان النعوم والكيت هم اللي حصل فيهم الظاهره دي بايه، بصوره عاليه. انما في الاصناف المحلي بقى اللي حصل فيها الكلام ده كان عندنا الصديقه والفجر كلان، ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين في العويس. ولكن الظاهره دي متفاوته لان انا عندي عده اجيال. في اللي طلع في البدايه خالص وقت درجات الحراره المثلى وكان شمراخ زهري عادي مفيش فيه اكتاف، وده موجود فوق اهو زي ما حضراتكم شايفين. ده كده كان طالع في الاوقات السليمه. طب الشماريخ بقى اللي طلعت في وقت الدفا، انا بس عايز اوضح لحضراتكم نقطه مهمه قوي، وهي احنا الشتاء بتاعنا السنه دي الموسم ده كان طالع، كان بدايته دفا. يعني الشتاء نفسه كان دافي. تمام. فاول ما الشجره حست عدد ساعات البروده بتاعها مع نهار دافي راحت ايه، مخرجه زهر. بس الدفا بتاع الشتاء ما كانش الدفا اللي هو وصل ل 30 و32 زي ما شفنا في الايام اللي عدت دي. فاحنا فوجئنا بان الشتاء جه من بدايه شهر فبراير، من اول شهر 2 بدأ درجه الحراره تنزل، بدأت تنزل حتى احيانا بعد تحت ال5. وفي النهار بتبقى تحت ال15. فبالتالي وده كنا احنا ملامسينه حتى لحد اواخر يعني 20 فبراير 18 فبراير 20 فبراير 25 فبراير
على ما بدأ الجو يبدأ يعلى تاني. فلما درجة الحرارة عليت وصلت كام؟ لما قالوا حذرونا من موجة الحر وبتاع اللي داخله مصر والكلام ده، كانت تقريبا 30 و31 و32. فالوقت ده البرعم اللي كان خدد عدد البرودة بتاعته، عدد ساعات برودته، فكان هيطلع. طب هيطلع وقت درجة الحرارة ما كانش مناسب. ليه؟ لأن هو الحرارة دي هتدفع البراعم انها تخرج، بس تدفع البراعم ايه؟ خدري. طب هو اتكشف زهري جوه الشجرة ولسه هيطلع، فخد درجة الحرارة مع وهو خارج، فطلع الأوراق الطرفية دي. تمام. وبدأ يكمل زهري عادي، وهيشتغل زهري ومش هيقع مش هيكمل خدري زي ما حضراتكم شايفين. ده التفسير اللي انا عايز اوصله لحضراتكم اهو. الشمراخ كمل عادي تمام وهيشتغل. امتى احس بقى ان الشمراخ ده ممكن يقلب خدري؟ لو انا عندي عدد الاكتاف دي اللي حضراتكم شايفينها بتاعت التزهير كانت قليله وضعيفه، في الحاله دي الورق هيتغلب على الاكتاف بتاعت الزهر، والزهر هيقع ويكمل خدري. ودي بتبقى ضعيفه ونادره جدا. ولكن ليه؟ لان الظروف اللي احنا فيها دي ما هيش ظروف مناسبه لعمليه النمو الخدري، لان درجه الحراره ما زالت برضو متقلبه، مش درجه الحراره اللي حضراتكم تقلق يعني انها ممكن تكمل في الاتجاه الخدري، لكنها هتكمل ان شاء الله في الاتجاه الزهري. تمام اهو. كل ده تزهير مختلط بالنسبه لصنف العويس. بالنسبه لصنف الصديقه اهو، طبعا ده تكتل هيتشال. طبعا هنا بقى البرعم اهو اللي انا اتكلمت عليه ده. هنا ده اللي ممكن الاكتاف الزهريه ما تكملش معايا، لان هنا الورق بيغلب على الاكتاف الزهريه، ولكن مش من الطبيعي ان هو يكمل زهري بتاع ده خدري. فلو كمل خدري ممكن يبقى عندي كتف من الاكتاف القاعديه دي، ان هو او كتفين او 3 يعني يكملوا معانا زهري، ويحصل عندي تلقيح واخصاب عادي، ويستمر معايا الشمراخ عادي جدا. فانا عايز اطمن الساده المشاهدين ان الموضوع مش مقلق للغايه. يعني برضو عود عويس اهوت ما شاء الله كله صح، مفيش اختلاط، لان التزهير كله كان طالع بدري وقت التخريج الامثل. البرعم اللي طلع في وقت الحراره اهو اداني خدري. تمام. يبقى البرعم لا اما يدي خدري، يا اما يدي زهري، يا اما يدي مختلط. المختلط اهو ده مختلط. تمام. يبقى احنا كده لازم نعرف طبيعه البرعم بتاع الشجره، سواء في الاصناف المحلي او الاصناف الاجنبي. ولازم نعرف ان البرعم عشان يطلع لازم يطلع في اجواء مناسبه ليه. هو النهارده برعم زهري ولا برعم خضري؟ احنا في دلوقتي برعم خضري زهري، فلازم يطلع زهري. طب حصل ان درجه الحراره ارتفعت مره واحده فهيروح قالب خضري اهو، يا اما خضري زي كده، يا اما زهري زي كده. تمام. يا اما مختلط زي ما احنا ورينا حضراتكم وشفناه، البرعم المختلط والبرعم الزهري. طب الظاهره دي زايده ليه السنه دي؟ هي الظاهره دي على بالمناسبه يعني بتظهر كل سنه، بس السنه دي هي مؤرقه لبعض الناس وكتير قوي بيتكلم عنها، لان الشتاء دافي يا جماعه. ما حدش يقلق، تدفئه الجو او تدفئه المناخ، الاجواء الدافئه هي اللي ساعدت على كده. عشان كده الشتاء لما بدأ دافي وبعدين في الوسط برد وبعد كده بدأ يدفي دلوقتي تاني، فدي كان عليها عامل كبير، وبالتالي محدش يقلق. عشان كده بنقول لكم ما تقلقوش. احنا التزهير بطبعه اتأخر عندنا هنا بسبب اتأخر عندنا في مصر عموما في الأصناف، سواء المحلي زي الصديقة زي العويس، زي بعض الأصناف اللي اتأخر زي الفجر وفي النعومي وفي الكيت اللي كان محمل. كل ده اتأخر عشان خاطر البرد اللي جه في شهر فبراير واستمر حوالي 20 يوم او 25 يوم. درجات الحرارة كانت بتقل، اما الجو دفى بدرجة حرارة عالية قوي، ما كانش درجة حرارة عادية. يعني لو دفى بدرجة حرارة 20 22 كان ممكن كان هيدي تزهير عادي جدا، لكن درجة الحرارة لما الجو دفى بدرجة حرارة كانت 30 و32 وتقريبا 33 كمان في بعض المناطق. تمام. ده كان كل اللي انا عايز اقوله بالنسبة للتزهير المختلط، وكان معكم المهندس حسام ابو زهرة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.